هل ينفع انزل في الوزن او اثبت في الوزن حتى او اعمل دايت في رمضان؟ السؤال الاشهر ما بين الناس كلها، والاجابه طبعا طبعا طبعا. رمضان شهر الصحه واحنا اللي بنستخدمه غلط. طيب كلمات السر للموضوع ده ازاي ان انت تنزل في الوزن او تعمل دايت او حتى تحافظ على وزنك من غير زياده في الوزن؟ 3 حاجات. الحاجه الاولانيه التوقيت، الحاجه التانية النوع، الحاجه الثالثه الكميه. 3 كلمات لازم تركز فيها. اول حاجه هي التوقيت. لازم اقولك ان رمضان بيخلق في جسمنا ساعة بيولوجية. الساعة البيولوجية دي لان انت بتاكل كل يوم في نفس الميعاد وبتتسحر في نفس الميعاد، فالجسم بيبتدي يفهم ان في الوقت ده هيبتدي تدخله اكل، فقبل الميعاد ده على طول يبتدي الجسم يطلع افرازات الهضم ويطلع احماض المعدة علشان يجهزك للهضم. عشان كده دايما بتجوع قبل ميعاد الفطار في رمضان، وده احسن وقت لما الجسم يبتدي يفهم ان انت عندك ساعة بيولوجية. ده بيخلي الجسم على طول على استعداد ويحسن هضمه ويحسن امتصاصه وكمان يحسن معدل حرقه. فلازم تعرف ان رمضان ساعته البيولوجيه مهمه جدا للنظام الصحي، ودي اول اجابه ليك ان رمضان وتوقيته مناسب للنظام الصحي. وتاني حاجة هتكلم عليها في التوقيت ان انت تختار امتى تاخد السكريات. زي ما وضحت في فيديو قبل كده ان الحاجة الحلوة تكون بعد الفطار على طول، لان انت بتاخد كمية الياف وبروتين كويسة بتقلل امتصاص السكر. او لو هتاخدها بين الفطار والسحور تاخد قبلها خضار او بروتين، وتاخد بعدها كمية مية مناسبة علشان تنزل السكر اللي دخل في الدم. استنى بكرة عشان اقول لكم على كلمتين السر التانيين.